هو مش ابيض، هو جراي، هو باين ابيض. ستوري، يلا ستوري ستوري. هو مش حب، مش توكسيك، كلهم توكسيك. الدنيا ماشية حلوة يعني هتلكك، يعني أنا هتبلى. هتنبسطوا في رمضان. انت بتعمل ايه في المسلسل؟ لا بالعكس انا شرير، محدش بيحبني، ما تقلقيش. لا لا سمعته ولا شفته. بس هتسوقوا سمعتنا. اه استاذ ماجد عايزه اعرف ايه المختلف عن رجب الجريتلي السنه دي في رمضان 2026 استاذ ماجد هيقدمه لنا ويفاجئنا بيه. لا موضوع مختلف تماما شكلا وموضوعا طبعا. لا موضوع تاني خالص خالص خالص، ناس تانية خالص، كتابة تانية خالص، تصوير بشكل تاني، أماكن كل حاجة مختلفة، حدوتة. بس كل مسلسل بيحكي عن فئة موجودة، ماشي. فده موضوع تاني خالص مختلف تماما، وده اللي طمعني ان انا اعمل المسلسل ده. وعشان كده اللوك ده ابيض النهارده، الشعر ده هو مش ابيض، هو جراي، هو باين ابيض. ايوه. ان شاء الله يا رب يوفقنا، وان شاء الله نعمل عمل حلو هنطل به على الجمهور المصري بشكل خاص والجمهور العربي بشكل عام ان شاء الله. مسلسل اولاد الراعي زي ما انتم شايفين مسلسل كبير يضم باقه كبيره من اهم النجوم المخضرمين المصريين. سعيده جدا ان يكون جزء من هذا العمل، وان شاء الله يا رب يقدرني اني اقدم دوري على اكمل وجه. بصي، هو احنا مش عايزين نحرق الأحداث، بس هي شخصية جديدة عليا، يعني شخصية موجودة في المجتمع، بتعاني من مرض الجهاد، وده بيخليها تبقى لها أحداث مش هنحكيها يعني، لكن أحداث بتبقى مشوقة بالنسبة للمشاهد. يعني أنت عارفة الشخصيات دي بيبقى لها مواقف وحاجات. قصة الحب اللي ما بينها وبين أستاذ ماجد المصري مشوقة جدا، اللي هو مش قصة حب عادية، قصة حب غريبة. حب عنيف ولا توكسيك؟ هو مش حب، مش توكسيك، كلهم توكسيك. توكسيك اكيد يعني. ان شاء الله مسلسل عظيم، وانا شايف انه ورق كويس جدا، وطبعا الراي الاخير للجمهور هو اللي بيحدد مش احنا. نتمنى ان احنا ننال الاعجاب، نتمنى مجهودنا يبقى بالنسبه لهم عظيم. ان شاء الله يعني هتتفاجئوا بحاجه حلوه قوي قوي قوي. مش مني قد ما العمل كله مهم، عمل ضخم، عمل انتاجيا، حتى تنفيذه حتى في صعوبات وفي غنى، ويعني تنفيذه ضخم. الدور بتاعي يعني انا طالع ضيف شرف، فبعمل ميشن يعني كده معين، فهنسيبها بقى للناس تتفرج، يعني ربنا يستر. مسلسل درامي فيه صراع عائلي قوي جدا، فيه ابطال كتير، يعني انت مش هتهدي، مش هتعرفي تقلبي القناه وانت بتتفرجي. وانا طالعه سعاد الراعي، اخت استاذ ماجد المصري واستاذ خالد الصاوي واحمد عيد. هنكرهك ولا هنتعاطف معاكي؟ يعني من ده على ده. من ده على ده. ايوه ان شاء الله. هو دور، هي شخصيه ريم الراعي، هي شخصيه يعني بنت استاذ خالد الصاوي، وهي جايه من عيله فظيعه كبيره رهيبه كده. هتعجبكم ان شاء الله. هي شخصيه فيها كل حاجه حلوه، كل حاجه وحشه، وكل حاجه تعصبكم، وكل حاجه هتعجبكم. فانا مش هحرق لكم اي حاجه واخليكم متحمسين. أنا المفروض طالعة إعلامية، وإعلامية شريرة. بس هتسوقوا سمعتنا. اه بالفول مليان كده. لا، هي إعلامية بتهاجم أولاد الراعي دايما. مسلسل أولاد الراعي أنا عامل شخصية حلوة كده، يعني راجل اسمه عم صالح، علاقته حلوة قوي بأولاد خالد الصاوي وأحمد عيد، ويعني حاجة دور إنساني، وأتمنى إن ربنا يوفقني في إن أنا أعمله كويس. يعني هو المسلسل اصعب من انه يتحكي، ده حقيقي يعني. المسألة اي حكي للمسلسل هيبقى اقل من الواقع، فهيظلمه. في مشاهد كتير اتغيرت في المسلسل ده بسبب ان ريمون كان عايز حاجة معينة، ولقى الحوار داخل، او السيناريو والحوار داخلين في حتة هو عايز يوصل بيها لحاجة احلى.